أخبار السبعينات هي نفس الأخبار دلوقتي. مفيش حاجة اتغيرت غير في شوية هدوم على طريقة لبس وكلام. يا ترى اتغيرنا في إيه؟ وممكن نتغير لإيه؟ ال30 سنة اللي فاتت مالهمش 30 لازمة. عذرا سيداتي آنساتي سادتي، حلقة جديدة تتميز بتميز أدائها وتتلون بتلون مشاهديها وتصدع معها خباياها ومعانيها. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جامده جدا. حلقه النهارده يا جماعه بمناسبه رمضان، اكيد طبعا باين من اللبس اللي انا لابسه، لان في ناس كتير قالوا لي ايه ده يا منو، ايه اللي انت لابسه ده؟ طبعا يا جماعه انتوا شايفين السكارت في الفوشيا دي لما يتحط فيها الخياميه بيبقى شكلها شيك جدا، وانا عارف ان دي تقليعه وهتنتشر. لازلنا معكم في مقدمه الحلقه، ناتي بكل جديد للساده المشاهدين المنتبهات والمنتبهين والحارسات والحارسين لتلقي الخبر. عامة يا جماعة احنا طبعا في زخم المسلسلات الرهيب ده، يجي اكتر من 60 مسلسل. احنا محتاجين ان انتوا تتابعونا شوية عشان يبقى في تنافسية في الخبر. وعايزين النهاردة يا جماعة نقول ايه؟ نقول كلنا وداعا للسيجارة. لازم نقول وداعا للسيجاره، لان السيجاره ما بقتش سيجاره عاديه، السيجاره دلوقتي بقت سيجاره محشيه. عشان كده احنا الحلقه النهارده مليانه كرياتيفيتي. النهارده هنعمل حوار سخن جدا مع السيجاره. فخبر اليوم رمضاني، كل سنه وانتم طيبين. ورمضان هذا العام في اغسطس. نعم في اغسطس، مش زي ما تعودنا في سبتمبر ولا ديسمبر، ولكنه أتى في أغسطس. ولتعلم عزيزي المشاهد أن رمضان هذا العام في أغسطس. والخبر يقول أن رمضان فرصة للإقلاع عن السيجارة وأن تقول لها وداعا. هي بتتأخر شوية بس موجود. السيجارة جدا. أيتها السيجارة وداعا، أيتها السيجارة، لقد اتخذت القرار بالابتعاد عنك رغم كل الإصرار على حبك، خوفا من الأضرار ورغم أني سأذوق المرار. أستبعدني عن فاك وقد اعتدت قربك وملامسة يداك؟ لا، فهيا بنا نقول للسجائر وداعا. أقادر أنت على فراقي؟ لا، وداعا. أتستطيع نسيان مذاقي؟ لا فعلا. فأنت عني لن تتخلى. أنا مش أضعف. أتراهنين أما زلت تصرين أنني من العاجزين؟ أنا مش عاجز يا أمي. أنا سأتركك وحيدة وسأتركك يا شر البلية. ف500 ساعة صيام في نهار أغسطس شديد الحرارة في هذا الفطسان، حري بك، نعم حري بك أن تقلع عن التدخين. شر البلية ما يضحك. عايز السيجارة. عزيزي المدخن، عزيزتي المدخنة، إنها الفرصة لكي تقلعي عن التدخين وتقولي للسيجارة وداعا. مستنيين تواصلكم معنا على الفيسبوك وتويتر. فنحن نتساءل المشاهدين الذين أصبحوا عبيدا للسيجارة، أليست فرصة؟ أجيبوا يرحمكم الله. مش بكلم نفسي في هذا البرنامج. مستنيين تواصلكم معنا عبر صندوقنا البريدي صب أو عين ط 1 2 3 4 5. ونتمنى لكم أطيب التماني وعدم التفاني، ولكم سلامات جميع العاملين
في الاستديو. من أكتر من 30 سنة وإحنا بنهاتي في موضوع السجاير ده، وكام رمضان عدى علينا وفي ناس لحد دلوقتي مش قادرة تبطل. ده في حتى ناس من أيام السبعينيات وهي مش قادرة تبطل تدخين ولحد دلوقتي لسه بتدخن. الزمن بيتطور وبيتغير، ومش بعيد بكرة نقرأ في الجرايد إن رمضان فرصة للإقلاع عن الحشيش والمخدرات. الفكرة مش في السجاير، الفكرة إنك تقدر تستغل رمضان، لأنك لو فكرت هتلاقي إن في حاجات كتير ممكن تتغير وإنت في رمضان، عشان ال30 سنة اللي جاية يكون ليهم 30 لازمة. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة. أنت مسحت اللي فاتت؟ ما أنا عمال أستخدم في مناديل منفوخ فيها قبل كده، يعني ما تجيبها. هات لي علبة المناديل. فين المناديل؟ مفيش إنتاج تجيبوا علب مناديل؟ علي صوتك يا ماما. شر البلية ما يضحك كده. ماشي خلاص.